السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إلهام وده مطبخ ميس إلهام، وده البيتي فور. كل سنة وانت طيبة. بيتي فور ده مقاديره مفيش أظبط من كده، يعني بنعملها من زمان قوي قوي قوي، فبتطلع مقاديره حلوة جدا. أي بعد الشر يعني أي خلل يحصل فيه، يطلع ناشف، يطلع طري، يطلع معرفش إيه، ما بيكونش في المقادير، بيكون في المادة اللي هنستخدمها، كانت الدقيق كانت الزبدة أي حاجة في الحاجات دي. لكن لو انت مقاديرك مظبوطة، الدقيق بتاعك حلو، الزبدة تمام، هتطلعي أحلى بيتي فور في حياتك. تعالي نشوف كده هنستخدم ايه. دي ذرة ملح على 3/4 كيلو دقيق، او بمعنى اصح 4 كوبايات دقيق من الكوباية الستانلس دي. يعني الكوباية دي انا عايرت بيها 4 كوبايات دقيق، خدت بيها كوباية السكر دي، خدت بيها كوبايتين الزبدة دي، وبيضتين. كل شويه وانا بكلمك هفضل اعيد عليكي المقادير دي بشتغل بيها من زمان الزمان. يبقى البيضتين اللي انت شايفاهم وعليهم الفانيليا، كوبايه السكر دي من نفس الكوبايه باخد 4 كوبايات دقيق، نفس الكوبايه باخد كوبايتين سمن او زبده المتوفر عندك. انا عملته كتير جدا جدا بالسمنه يعني بيطلع رائع رائع، احلى 100 مره من الزبده. تعالي بقى كده نتكل على الله ونشوف هنعمل ايه. يا جماعة الناس اللي ما عندهاش عجان، مش ملح خالص، يعني طول عمري بشتغل بإيدي. العجان ده حاجة جديدة بس أسهل يعني. بتضربي الزبدة شوية، وإذا مش عندك عجان هتضربيها بإيدك. سخونية إيدك بتساعدك جدا جدا في ضرب الزبدة، بتطلعها حتى حلوة قوي قوي. تفضلي تضربي بس على اتجاه واحد. أنا ضربت الزبدة لوحدها الأول قبل ما أحط السكر. السكر بيكون بودر طبعا. تفضلي بقى تضربي شوية لغاية السكر ده بيدوب. الاول هتضربي بالراحه عشان السكر ما يطلعش بره العجان، وبعدين تعلي السرعه، هتلاقي العجينه اللي انت شايفاها قدامك دي بقى لونها فاتح جدا. بس كل شويه تعملي زي ما انا بعمل كده، تنزلي الجناب بتاعه الحله، ونضرب كمان مره. كل الضرب ده بيساعد جدا ان العجينه تبقى هشه قوي. كل ما تزودي في الضرب كل ما العجينه تبقى هشه معاكي وتفتح اكتر. هنحط البيض اللي عليه الفانيليا، احنا قلنا بيضتين وعليهم باكوين فانيليا. الفانيليا دي انا بزود فيها شويه، ليه؟ لان مضاف اليها سكر. يعني ممكن تحطي باكو واحد، انا بفضل احط باكوين عشان ريحتها تظهر. ما تخافيش ابدا لما تحط البيض على الزبده ومتقطع كده، قطعت كده، لا بتلم على طول. والبيض انا ما كنتش مطلعاه من التلاجة، طبعا البيض كان بره التلاجة. اضربي بقى شويه كده حلوين، هتلاقي الكريم بقت، شوفي شكلها لونها فاتح ازاي. هنشيل بقى المضرب وهنحط الكف عشان هنحط الدقيق كله مره واحده. الدقيق ده متعدد الاستخدامات، او الدقيق المكتوب عليه كحك وبسكوت، ايهما المتوفر عندك. بس انا بفضل في كل انواع الحاجات دي استخدم اللي هو بتاع جميع الاغراض ده. اول ما العجينه تلم معاكي خلاص، ما بفضلش اعجن فيها بزياده يعني. هي عجينه بتبقى لينه جدا. الناس اللي عندها كيس بتقطع بيها، الناس اللي عندها مكنه البيتشفور زي كده بتقطع بيها. الاسهل لك تشتغلي بيه. انت مش هتبيعي في المحلات ولا هتعرضيه في حته، انت هتعملي للبيت. وكل ما تعملي بالطريقه السهله بتحببي نفسك في انك تشتغلي اكتر وتعملي اكتر. انت وراكي حاجات كتير يعني ما جاتش على البيتشفور ده. بصي كده العجينه لمت خلاص، ما شاء الله طريه وجميله. تقدري تحطيها في القمع يعني في الكيس بالقمع وتشتغلي بيها، او تحطيها في مكنه البيتشفور. مكنه البيتشفور دي اشكالها كتيره جدا جدا. انا عن نفسي بتبقى اسهل لي في حاجات كتير، والناس كتير اسهل لها برضو الكيس. يعني الاسهل لك اشتغلي بيه. انت وراكي حاجات كتير في البيت، بتعملي اكل وبتحضري ده وبتحضري ده، فدايما يعني اعملي لنفسك الحاجه الاسهل لك يعني. احنا دلوقتي عملنا العجينه اللي هي المفروض انها بيضه. هنعمل جزء برضو بالشوكولاته، بس لما اجي اعمله هقول لك هعمله ازاي. انا بحب الشكل المستطيل ده، لان ده في منه شكل في القمع بيطلع بالشكل ده، عشان لو حبيتي تلزقي اتنين، واحده بيضه وواحده شوكولاته، او تلزقي اتنين ابيض اتنين شوكولاته. يعني في موضوع انك تزوقي ده حاجه بترجع. طبعا انت ذوقك عالي واكيد هتعملي حاجات جميله.
انا بسيب مسافات مش عشان هو بالعكس، انت زي ما هتدخليه الفرن هيطلع. هو ما فيهوش دلوقتي اي مواد رافعه. ده شكل تاني انا بوريكي بس، يعني هي المكنه مليانه اشكال كتير. ما فيهوش مواد رافعه زي ما قلت لك. هو بيتسوى على درجه 170 180 اقصاها. شغال من تحت فقط، الفرن شغال من تحت بس. وتنتبهي له لان هو ما بياخدش اكتر من 10 12 دقيقه. وبالذات لما الفرن يسخن كمان، طول ما انت شغاله الفرن بيبقى سخن فما بياخدش وقت قوي. شكل النجمه ده برضو شكل جميل قوي في اثناء ما انت بتزوقي، وممكن تحتفظي بيه كده، يعني مش لازم تزوقيه، يعني في ناس كتير ما بتزوقهوش. يعني كفايه السابليه، السابليه قريب جدا من عجينه البيتي فور، نبقى نتكلم فيه لما نيجي نعمله. كده اثناء التسويه بوريكي اهو ان انا زي ما دخلته هخرجه. هوريهولك هو متسوي شكله ايه، الوحدات زي ما دخلت الفرن زي ما خرجت، ولا زادت ولا نقصت ولا فرشت ولا الحاجات دي كلها. وبشاور لك من تحت اهو ان الفرن شغال من تحت بس. تعالي نعمل شكل تاني كده. هو على فكره ما بياخدش وقت من البسكوتات اللي ما بتاخدش وقت البيتي فور، يعني العجينه بتاعته بالخبز بكله ما بياخدش وقت. ده شكل من اشكال وده شكل تاني. بصي بقى اللي طلع من الفرن شكله ايه. يا دوبك انت بتشوفي من تحت ان هو يعني يعني انا بس عشان سخن قوي عايزه اوريكي. بصي من تحت واخد لون حلو قوي زي الفل اهو. طبعا هو ما بيتحمرش، يعني ما بدلوش لون من فوق. طب الشويه اللي باقيين دول بقى بعمل فيهم ايه؟ حطيت انا عليهم دلوقتي معلقتين سمنه او معلقتين زبده المتوفر عندك اهو. بصي انا بوريكي بس عشان هي كانت في التلاجة. هي لون العجينه شويه بس هم دول معلقتين سمن. بصي هنزل عليهم بايه، الرشه اللي انا رشيتها دي تعتبر معلقه كبيره، معلقه صغيره مليانه قهوه سريعه الذوبان، بتعزز طعم الشوكولاته قوي. دي معلقه شوكولاته كاكاو خام، بصي غامقه قوي ازاي. دي انا لو حطيتها على مقدار العجينه اللي عندك ده وقلبت على كده، العجينه دي هتبقى دلعه، لان السكر اللي انا حاطاه كوبايه مع الشوكولاته الخام دي لا مش هيبان. فهضطر احط دلوقتي، مش هضطر يعني هو ده المفروض، احط معلقه سكر بودر مليانه اهي، حطيتها قدامك اهي. هكمل بقى العجن دوت، والباقي ده هقطعه بنفس الاشكال اللي قطعت بيه اللي لونه ابيض، عشان لو حبيتي تلزقي اتنين عكس بعض يبقى عندك الشوكولاته وعندك الفاتح اللي يريحك يعني. الشكل ده يعني انا عن نفسي بيعجبني وبيطلع انتاج حلو. بس كده بقى الكميه كلها اهي. دي كميه 4 كوبايات وعليهم كوبايتين سمن او زبده اللي عندك وكوبايه سكر وبيضتين. بقى خلاص هو كده يعتبر خلص. عايزه تسيبيه وتاكل كده زيه زي البسكوتات، حلو زي الفل، طعمه مختلف طبعا عن البسكوت. البسكوت بالنشادر او برتقان او اي نوع يعجبك، وده معمول يعني ليه طعم تاني. بتحبي تزوقي عندنا الحاجات اللي ده بندق مجروش. الشوكولاته بتحب البندق. دي معلقتين مربى مشمش. البيتفور برضو بيحب المربات المززه. دي شوكولاته خام متسيحه بيضه، ودي شوكولاته بني متسيحه. طب انا هنزوق بس جزء بسيط كده قدامك، والباقي هكمله لوحدي عشان ما اعطلكيش. ده كده لو انت حبيتي تلزقي اتنين في بعض، بتلزقي يا اما بالشوكولاته يا اما بالمربى. اهو هنلزق بالمربى. تحطيها كده في الشوكولاته وفي البندق. البندق ده مجروش على الاخر، يعني مش حته ناشفه وحته ناعمه، لا يعني عشان يلزق في الشوكولاته او في المربى.
ده للناس اللي بتحب، يعني الحاجات دي كلها اختيارات، ممكن ما تحطيش اي حاجه من الحاجات دي وزي ما قلت لك، او تعملي قطعه واحده. انا في حاجات كتير مزوقاها قطعه واحده. لو عايزه تلزقي واحده شوكولاته وواحده بيضه، تاخدي بقى عليها رشه بندق صغيره كده، بتبقى شكلها حلو، وفي نفس الوقت مذاق البندق مع الشوكولاته بيبقى حلو قوي. الشكل زي النجمه ده، انت بتحطي حته صغيره فوق كده وتحطي عليها شويه مكسرات، بيبقى شكلها جميل وبرده مذاقها بيبقى حلو قوي. وبس، كل سنه وانت طيبه، يعودوا عليكي بخير. جربي كده وما تنسيش اللايك والشير. اه ممكن صح تعمليه من الجنب كده. لا مش هعطلك بقى، هسيبك انت واوريكي شويه اللي انا عملتهم. وفي الاول الفيديو انا وريتك الباقي او اللي اتعمل بمعنى اصح كله. اه بصي ايه رايك بقى؟ سهل وبسيط، وجربي، وكل سنه وانت طيبه. وزي ما اتفقنا ما تنسيش اللايك والشير وتشتركي في القناه. ده لو حبيتي، لو ما حبيتيش اشتركي برضو.